مرحبا حبايبي، شلونكم؟ مشتاقتكم، رجعت لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو حيكون عن الملابس الشتوية. نطلع الملابس الشتوية ونرجع الصيفية. مثل ما تشوفون الشرباية مخبوصة، فرشة حصر جوها حتى أقدر براحتي أرتب بيها وأشوف الملابس الشتوية. طبعا أنا حطيت جزء منهن هنا، البعيد الموجودات هناك هذني كلهن مغسولات، كان مال طلعة ولا مال بيت، وهنا هذني جزء من مال، وهذني هنا جزء من مال طلعة اللي كان شتوي أو غيرها. تمام، راح نشوف وياكم، راح نتابع الملابس شلون نعزل الملابس الشتوية عن الصيفية، وش راح نضم وش راح نطلع وش راح نذب من ملابس أو ننطيها. تمام، تابعوا ويا الفيديو حيكون شوية مطول بس تحملوني. أول شي طبعا أنا عندي الملابس الشتوية. هنا عندي القمصلة. هالقمصلة أنا اشتريتها قبل حوالي يعني أسبوعين، اشتريتها جديدة للساحة. القمصلة اشتريتها قبل أسبوعين للساحة. تمام، هالقمصلة هي مال العام، هالقمصلة مال العام فارو، اشتريتها العام أو أول عام والله ما أتذكر. مثل ما تشوفوها بها كلاو، وهاي هي القمصلة. هنا راح أعزل هذه القماصل مع عن بعضها. طبعا حأعزل الشتوي بجهة والصيفي بجهة حتى أقدر أعصر. تمام، طبعا أول ما راح أعزل الصيفي عن الشتوي. تمام، فراح أطلع المرة الملابس كلها وبعدين أعزلها على راحتي. تمام، هذا البناطير ما يحتاج إنه ينعزل، بناطير كوباي. ذبيت الملابس الصيفية كلها ما طالعة. طبعا بعض الملابس الأخرى حتشوفوها. طبعا هنا عندي جزء من الملابس بعد ذني ما ذبيتهن، لأن ذني يروح من شتاء صيف. هذا البنطلون اشتريته البارحة، بنطلون مو جوز إلا كودمان بنطلون كودمان كلش حلو صراحة، عبيته جديد لسه ما مدشنته. تمام، هاي ملابس على تنانير، على بديات، على بناطير، يعني كله مشكل مع بعض. طبعا أنا راح أبدي أرتب بهن، يعني حتى بالكنتور راح أبدي أرتب بهن. طبعا هاي القطعة لقيتها ناسيتها ويا الشالات موجودة، مو ناسيتها وإنما نسيت أطلعها توا حالا، لكن أنا أعرف بها. جبتها بوقتها القطعة من النجف، شكلها كلش حلو بيه لمع، عجبتني بصراحة. جبت 2 رصاصي وبوقتها هذه أحب ألبسهن ويا البديات كلش حلوات، وياها القلادة أيضا. راح أشوف شنو أحتاجه أعزله. هذه أنا ما أحتاجها. طبعا ملابس كان هناك شريتهن حولتهن هنا، لأن ححط الشتويات هناك حتى أرجع ذني بمكانهن الصيفيات. نسيت شغلة، الخانة الثانية ناسية أعزلها، فراح أيضا حطلها بعد ملابس صيفية. تحملوني شوية. هاي كملت كل الملابس الخاصة بالشتوي بالصيفي، راح أبدي أعزلهن. طبعا مثل ما تشوفون هي الكمية طبعا كلش، هو يمكن ما أعرف جبل صايرة. المهم راح أطلع الشتوي، أحطه هناك حتى أقدر أخلي هاي بمكانه. شيلي شيلة واحدة. هاي كملت هنا، شوفوا الكمية طبعا شوفوها قليلة بس كلش هواية، يعني هواية قطع بها، بس قطع صغيرة مال حجم اكس لارج. تمام، راح ابلش بالصيفي، قطعة قطعة اشيلها حتى اصفطها واطبقها مثل ما هي. طبعا هذا كلش حلو. انا ما لبسته هواية لان هذا مشبج فيحتاج بدي جواه، والجو حار بالعراق، مو مال بدي يلبس جو، بس هو بصراحة كلش حلو كلش عاجبني يعني اخذته بوقتها من مول. هذا راح ارميه ما راح احتاجه، هو ما بيشي بصراحة، وشكله كلش حلو وفيونكته كلش حلوة، بس انا راح اذبه لان بصراحة حسيته صغير علي. تمام، عليكم بالطبطبات والاصوات بدها تطلع لان اللولو دا ترقع بالبوم ما تلحق. لولو افندي، هذا قطعة بادي، اللهم صل على محمد، صعدت لولو. وهذا ويا القميص مالته راح اذبه، ما راح يعني ما بيشي، بس انا ما حبيته يعني شبعانة لبس منه وارد ارميه. تمام،
كلش حلو دائما أنا لبسه وأشوفه بالتصوير. كلش يعجبني صراحة، وصدره كلش حلو التصميم مالته، كلش حلو عليه ويلوق، خاصة لأن واحد طويل فيلوق. طبعا هذا كيلوت، هو بنطلون، هو كيلوت يعني يلبس. شوف منه تنشال هاي من ورا ومن قدام، ينشال هاي القطعة يعني عادي، هو بنطلون شوفوا. فهو يلبس بنطلون، يلبس كيلوت، فأنا أحبه بصراحة لأن أحب تفصاله، كلش حلو، كلش حلو. هو شكله تنورة بس هو بنطلون، يعني من تمشين هاي تتحرك يطلع بنطلون. تمام. انا عندي اثنين من عند ابو كفلين، كثر ما عجبني اشتريت اثنين، كنت اشتريت النيلي واشتريت هذا اللون لان كان معاه قميص ايضا فحبه لبسه. هذا طبعا هبقي لي همين حبته. تمام. هذا انا احب البسه بس حبقي احتمال منه طلع ذبه واحتمال لا. صراحه هذا من اشتريته هاي السنه، كلش حبيته، بيه رسومات وبيه فيكات، يعني هاي جهه ساده وجهه مقلم، كلش حلو، كلش حبيته. يحتاج هذا ايضا، هذا العام اشتريته وسباسته السنه ايضا. سود، كلش حلو، وهذا قميص وياه ايضا نحتاجه. هذا مال سترة، يعني هو بصراحة صيفي يعني ما يلبس. هذا البنطلون ما بيشي ايضا، بس حسيت لونه تغير فراح ارميه، فاشتريت مكانه نوعية كودمان، فراح اترك هذا البنطلون، ما راح اخذه، راح اذبه. هذا ساعات من يكون عندنا فاتحة او شي البس جوا بادي نيلي والبسه، الله يبعدها عنكم جميع الاحزان. بس حابة البسه، ما راح البسه شيء ابيض يطلع كلش حلو. هذا الثوب صراحة أنا من زمان ما لابسته وهو حلو، بس مشكلته إنه شوية يعني. طبعا هذا زنجيله صفح، زنجيله منه صفح، ما أعرف، ما حبيته على نفسي، حسيته هوسة، ما راح يعني حذبه. بس هو جديد وما بيشوف كدري وكلش حلو وبارد. هاي اشتريتها قديما وكلش حبيتها واشتريتها، وهاي منها بها فيونكة وتلبس ويلبس جوها بادي، كلش حلو، بس يعني بعد ما تجي قياس بصراحة. هذا البادي همينه شوية صغير صار عليه، فراح أذبه أيضا. هذا مع القميص الوردي قبل شوية طلعته جديد وما بيشيل، لكن مشكلته إنه الدقم فلتن، عندي دقمتين فلتات من عنده، والدقم من عنده وبيه مخيطات مثل ما تشوفون، فصعب عليك إنه نحن نفله، فما أعرف إذا كان حق عليه ولا لا. هذا البادي، القميص عفوا، ما بيشي، كلش حلو أيضا عليه، إيده كلش حلوة، بس هنا إيده هاي شوية كبرت، فبعد هاي النوعية هيش قمصان ما راح اشتري هيجي ايد اردان. كان ثوب القميص ما اشتري لاستيك، راح ارميه. بصراحة ما حبيته باللبس، بس هو كلش حلو باللبس، بس لين اردانه شوية ما حبيته بعد باللبس، راح اذبه ايضا. هذا البادي لا، هذا ممكن البسه لان بصراحة جديد وما لابسته ولا مرة، لو مرة لابسته واحدة يمكن، فهذا لا اريده حبه. هذا القميص لبسته كثير بصراحة، هو كلش حلو، تجرته كلش حلو، طبعا هنا بالعكس هو لونه هذا اللون. بس يعني خلاص صار هواية من قديم عندي حبيبه، بس هو كلش حلو مرتب باللبس. هذا القميص لا، راح ابقي عليه لين احبه والبس وياه بادي، واحتمال اذبه من اطلع الملابس الصيفية، الله اعلم يعني. هذا ايضا ما احبه، طبعا هذا بادي هيك صدره، طبعا من مقلوب كابشته. هذا ايضا ما اريده. هذا الثوب الجديد اشتريته فراح ابقيه، جديد هذا الثوب، اشتريته بالتنزيلات، دائما بالتنزيلات تكون ملابس حلوة. هذا ايضا اشتريته، هذا اشتريته بداية الشتاء، طويل ويلبس مثل العباءة، بس كلش حلو هو ايضا، راح ابقيه. هذا قديم عندي، بس بصراحة ما لابسه مرة لو مرتين، لان القميص اللي جبته شقه بعد ما اشتريت له، بس انا حبه يعني. هذا الثوب راح اذبه، ما بينفتق منه شوية، وهو كلش حلو، ولو تشوفوه كله لسه جديد، يعني شوف صدره، هاي صدره وهاي منها الأسقة مالته، بس أنا ما أعرف، ما يعني هو حلو باللبس.
ما ادري اذا كان بقي ولا لا. هو من البسه بس جوا ستره، هذا كله صدر راح يختفي فيطلع كلش حلو كأنه فستان عليه سترة قصيرة. احتمال ابقيه او اذبه احسن، ما اريده. هذا الفستان خياطته طبعا خياط، هذا الياخة مالته كلش حلو هو. طبعا كله مقلوبي لان كله ملبوس، طبعا كله مقلوبي لان كله يعني مغسول، فشايلته من على الحبل الأكثرية فمقلوبي. شوفوا شكله صادره كلش حلو، شوفوا كلش حلو. شوفوا شكله ياخته كلش حلوة. وردانه بعد أحلى، هنا البنسات بيها الردان بازمة كلش حلو. خياطة بوقتها 15,000 وقماشة يمكن ب10، بس هو كلش حلو. هذا البودي حلو وجديد ولبسته كم مرة بصراحة ما احتاجه بعد. احتمال البسه بالبيت لأن عريض. هاي العباءة اشتريتها ولبستها كم مرة فقط، من رحنا الدكتور أو رحنا العيادة على مود لولو مريضة أشتري. هذا فقط من أروح عيادة أو شي ألبسها. عباء كلش حلوة، رصاص وبيض، أنا أحب هيك الشغلات، ما أحب العباء السوداء. هذا بشت كلش حلو. هذا هيك، هاي ردانة كلش حلوة، كلش حلو طبعا. أنا أحب ألبسه. هذا بشت وبشت ثاني أيضا خياط، تمام. هذا أيضا خياط. برج إيفل، فول برج إيفل حلو. هذا همين ما أريده بصراحة، لأن الستر يرادها جواها مو بديات، قمصان على شغلات حلوة، يعني قمصان أكثر شي فيونكات، لكن ما يلبس جواها بديات. فلهذا تركت النوع، يعني كل البديات اللي عندي الأكثر راح أذبهن، تمام. وهسه أنا حقول حذبه أيضا، لأن فعلا أنا ما لبسته، يعني بقيته وما لبسته، قلت ذبه وجيت أذبه وما لبسته، فهسه راح أذبه. هسه هذا الباقي كله هنا شتوي، مثل ما تشوفون هاي الجهة كلها شتوي. هاي الملابس اللي عزلتها اللي ما اريدها راح اطلعها. وهذا نيجي شتويات عندي هنا شتوي هذه، وعندي هنا ايضا شتوي، راح نشوف شلون حاعزلهن واصفطهن بالكنتور، تمام. صبورة لولو شو تسوي هنا ما اعرف. هاي الصبورة طبعا هنا، هاي الصبورة كلش حلوة. تكتبون بيها مثلا نكتب لولو، تدوسون على هاي الدقمة هنا، هذه تمسح. هاي الكترونية، تدوسين على هاي الدقمة مسحات، كلش حلوة، كلش مهمة للأطفال ومفيدة إلهم. ما أعرف شو تسوي يمي، يمكن ذبتها قبل شوي من جدتي.